تحدثنا مع كل أفراد المنتخب وراجعنا ما حدث في المباراة ضد المكسيك. انتهت بالتعادل دون أهداف. عندما يأتي الأمر لركلات الجزاء فإن روبرت ليفاندوسكي لا يزال خيارنا الأول لتسديد ركلات الجزاء، وتقع على عاتقه كمهاجم مسؤولية اتخاذ القرار بشأن إذا ما كان واثقا بالنفس بصورة كافية لتسديد ركلة الجزاء أو أن عليه منح الفرصة للاعب آخر. التشكيلة واضحة بالفعل وندرك الخطة التي نحتاج لاتباعها، وليس بوسعنا كما قلت مسبقا الكشف عن ذلك. سنبحث ما نريد أثناء الميران اليوم الجمعة، ولا يزال بوسعنا إجراء بعض التغييرات، لكنني لا أعتقد أننا لا نعاني من إصابة أو أي أمور غير متوقعة. ندرك بالطبع أهمية هذه المباراة ضد منتخب المملكة العربية السعودية. التعادل مع المكسيك لا يزال يمنحنا فرصة التقدم من هذه المجموعة، لكن من الصعب في الوقت ذاته التعايش مع نقطة واحدة. ندرك تماما حقيقة أن المباراة ضد المنتخب السعودي تأتي بعد نصره التاريخي على منتخب الأرجنتين. ندرك أنها ستكون مباراة صعبة. لا نركز مطلقا على ما إذا كان أحد الأطراف المرشح للفوز أم لا. نحتاج لأن نكون على استعداد. ستكون مباراة مثيرة ضد السعودية. لن ندخر جهدا لمنحهم أفضل أداء كروي ممكن. ليس بوسعنا التعهد بأي شيء، لكننا سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هدفنا بالتأهل للأدوار الإقصائية لكأس العالم.